عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي حبيباتي، عاملين ايه؟ النهاردة بصراحة انا معايا مشكلة غريبة قوي، يعني هي جايز غريبة عليا انا، بس انا لما يعني مشكلة حاسة انها شائكة، يعني او مشكلة ما تخيلتش انها تبقى موجودة بصراحة يعني. بس لما اتناقشت مع كذا حد من حواليا قالوا لي عادي وارد بس هي بالنسبة لي انا غريبة بصراحة، يعني اللي هو ازاي؟ يمكن انا عشان اتربيت على قيم معينة ومبادئ معينة فحاسة انها غريبة جدا. بس هو في الزمن اللي احنا فيه ده بصراحة انا ما بقتش حاسة ان في حاجة غريبة، يعني مش عارفة. بقيت لاقيه ان الحاجات اللي اتربينا عليها بقت هي اللي غريبة، القيم والمبادئ والحاجات الصح بقت هي اللي غريبة. فانا هقول لكم المشكلة اللي جات لي، وهقول لكم وجهة نظري فيها، ولو حد عنده اي حل او اي تعليق عليها يكتب لي في الكومنتات، وانا هبعتها لها على صراحة زي ما هي بعتالي على صراحة، ويا رب الفيديو اصلا يوصلها. بتقول انا مش عارفة ابدأ ازاي. طب ما اكيد لازم يعني تبقي مش عارفة تبدأ ازاي. انا متجوزة في بيت عيلة بقالي 3 سنين. زوجي بيشتغل في محافظة تانية، بيجي اسبوع كل 3 شهور. احنا اتجوزنا جواز صالونات، ما لحقناش نحب بعض. المشكلة ان ليا سيلف يعني اخو جوزها، انا حاسة اني معجبة بيه ومشدوداله جدا. انا بشوفه يوميا طبعا بحكم انها في بيت عيلة، وبنتجمع على طول في شقة حماتي. وهو طيب وحنين وبيسأل عليا وبيطمن عليا على طول، وبحس ان مراته مش مهتمية بيه، وانا نفسي اهتم بيه وبطلباته. بحس يعني بس بخاف انه حد ياخد باله. انا حاسة اني بجد بحبه ومش عارفة اتصرف ازاي. انا اول ما قريت المشكلة دي يعني قلت لا، انا مش هصورها. مشكلة غريبة جدا، ويعني حاساها انها مش بتاعتنا ومش بتاعت مجتمعنا. زي ما قلت لكم كده، اتكلمت مع كذا حد قال لي لا، ده عادي ووارد يحصل في اي حاجة. وانا لما اتمعنت في المشكلة حسيتها انه هي عندها نقص في المشاعر والاحاسيس، زي ما بتقول ان هي متجوزة جواز صالونات. وطبعا اخو جوزها بيعمل الواجب اللي عليه، يعني حنين عليها علشان اخوه، يعني بيجيب لها طلباتها زي ما بيجيب بقية طلبات البيت لانه هو اللي موجود واخوه اللي بيسافر. هي بتحاول تبرر لنفسها شدتها ليه ان مراته مش مهتمية بيه. فانا بقولك يا حبيبتي ملكيش دعوة باللي بينه وبين مراته، طالما هو مكمل معاها يبقى هو راضي وبيحبها. خليكي في نفسك دلوقتي. انتي طبعا، انا بالنسبة لي او وجهة نظري انا، الوضع اللي انتي فيه ده وضع سيء جدا، ضد اخلاقنا، ضد مبادئنا، ضد ديننا. حتى لو هو انتي مغصوبة عليه او المشاعر دي بتحسيها غصب عنك، فده الشيطان بيزقك او بيرميلك المشاعر دي عشان تمسكي فيها وتغلطي. فانا بقولك يا حبيبة قلبي، الاحساس اللي انتي حاساه ده غلط جدا. هو ممكن يكون عشان بعد جوزك عنك، فانتي ده الراجل اللي موجود قدامك واللي بيقضيلك طلباتك واللي بيطبطب عليكي، فانتي حاسه بالشده دي ليه؟ بس صدقيني، اكيد لو دورتي في دماغك كده هتلاقي الاسبوع او مثلا الوقت اللي بيجي جوزك اجازه انتي ما بتحسيش الاحساس ده. وبعتيلي قوليلي ده بيحصل ولا لا. اكيد لان جوزك في الوقت ده بيبقى جايلك انتي وحشاه، عايز يقعد معاكي، عايز يخرج معاكي، موجود معاكي باستمرار، فملا الفراغ اللي عندك، الفراغ العاطفي اللي عندك ملهولك. بيتكلم معاكي، بيطبطب عليكي، حنين عليكي، فبتشيلي فكرة اخوه. فكرة اخوه دي هتلاقيها في الوقت اللي جوزك مش موجود معاكي. فانا بنصحك يا اما تسافري مع جوزك، تعيشي في المكان اللي هو قاعد فيه، وتنزلوا مع بعض الاسبوع الاجازه ده، تشوفي اهلك وهو يشوف اهله وتسلموا عليهم وترجعوا تاني شغلكم. يا اما تطلبي بقى، انا يعني تقيل على لساني، تطلبي الطلاق من جوزك وتمشي. لان انت باللي انت بتعمليه ده يعني هتخربي العيله، هتخربي الدنيا، هتبوظي حياتهم، هتكرهي اخين في بعض. التصرفات دي مش في ديننا ولا في اخلاقنا، يعني مجتمعنا غريبة عليه حاجات كده غريبة، او جايز انا اللي حاساها غريبة، بس هي بقت حاجات غريبة قوي. فده رأيي ان انت يا اما تسافري مع جوزك، تسافري تعيشي معاه في البلد اللي هو بيشتغل فيها وتنزلوا الاجازة مع بعض وتطلعوا تاني مع بعض، يا اما تطلقي وتمشي. لكن فكرة ان انت عايزة تهتمي بيه، باخو جوزك،
والكلام اللي انت بعتاه في الرساله ده، اسمحي لي انا ما اقدرش اقول لك انت معاكي حق. انت بعتالي يعني الرساله عشان اقول لك انت معاكي حق؟ لا طبعا، انا ضدك من الالف للياء زي ما بيقولوا كده. ان ده ضد اخلاقنا، ضد مبادئنا، ضد مجتمعنا. احنا مجتمع شرقي وديننا اسلام، يعني يعني مبادئ الاسلام والحاجات البسيطه اللي كل الناس عارفاها بتقولك انه حرام. حرام انك اساسا تقعدي انت واخو جوزك لوحدكم في مكان او تسلمي عليه بالايد، فما بالك انت بتقولي انا بحبه. بتحبيه ازاي يعني؟ مش فاهمه. ما ينفعش. ارجوكي ارجوكي قربي من جوزك، قربي منه. حتى لو انت مش هتقدري تسافري معاه، خلي دايما بينك وبينه اتصال دائم على طول. اول ما تحسي، لو انت عايزه تكملي مع جوزك يعني، اول ما تحسي بميلك ناحيه اخو جوزك، جيبي التليفون واتصلي بجوزك، كلميه في اللحظه دي، كلميه وحاولي تطردي الافكار دي من دماغك. دخلي بدلها حبك لجوزك. يعني انا دلوقتي انا قاعده اهو وشفت اخو جوزي عمل موقف عجبني، اروح ساحبه نفسي واخده التليفون، ازيك يا بابا، احب فيه الكلام اللي انا نفسي اقوله ليه لده، لان ده كلام مش يعني اكيد من الشيطان. صدقيني قسما بالله، انا بحلف لك بالله ان ده كلام من الشيطان، عشان بس عندك شويه فراغ وجوزك مش موجود. لكن انتي لو حاولتي تطردي الافكار دي وتبعديها عن دماغك وتملي الفراغ ده بجوزك، التليفون فيه سماعات. لو وانا بشتغل وانا قاعده مثلا بروق بعمل، هتصل بيه واحط السماعه في ودني وافضل اتكلم فيه، احكي له يومي، اقول له انا عملت وعملت وعملت، ده حصل وحصل وحصل، انت وحشتني، انت كده. ابدا اخليه هو في كل يومي موجود معايا، اكنه موجود معايا. لو انتي مش هتقدري تسافري معاه المكان اللي هو شغال فيه، لكن لو هتقدري تسافري انا انصحك بالسفر، لان وجوده شيء اساسي عشان الحاله بتاعتك دي ما تتطورش. لو انتي بقى مش قادره خالص والدنيا بايظه معاكي، يبقى تطلقي افضل. الطلاق في حالتك افضل من انك انتي تعملي مصيبه، ان مشكلتك دي مصيبة هيحصل فيها جريمة في النهاية. طب ليه؟ يبقى خليكي كده عاقلة وفكري كده بعقل وبروية بالدين، واقري قرآن وصلي، قربي من ربنا عشان ربنا يقف جنبك ويطرد عنك الشيطان. اقري قرآن كتير. لو انت ما عندكيش امكانيه انك تتصلي بجوزك، اول ما تحسي بالافكار دي جيبي المصحف واقعدي اقري فيه. اكيد الشيطان هاي شغلي اي حاجه جنب القران هتطرد الشيطان وهتطرد الافكار السيئه معاه. بس يا حبيبتي والله انت يعني انا تعبانه لك، والله تعبانه لك، حاسه ان الموقف صعب جدا ومش بتاعنا، مش بتاعنا. الحاجات اللي انت بتقوليها دي حاولي تطرديها. سافري مع جوزك افضل لك يا حبيبه قلبي. اول حاجه يا اما تسافري مع جوزك، يا اما تتطلقي، يا اما تدخليه في يومك بالكامل، تفضلي تتصلي بيه باستمرار. وقربي من ربنا جامد، قربي من ربنا بكل جوارحك. ويا رب رسالتي توصلك والفيديو يوصلك ويصلح حالك يا رب. واعملوا لنا بقى لايك واشتركوا في القناة ودعمونا كده عشان نوصل لكم، وفعلوا الجرس، ما تنسوش الجرس عشان يوصلكم كل جديد من اللي احنا بنقدمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.